السلام عليكم. خلف بريق الأضواء والشاشات في كأس إفريقيا الأخيرة بالمغرب، كانت هناك رواية أخرى تماما. رواية لا تتحدث عن المهارة أو التكتيك، بل عن عالم آخر حاول التسلل إلى المستطيل الأخضر. الصحفي الاستقصائي الفرنسي رومان مولينا فجر قنبلة من العيار الثقيل في تقريرها الأخير. مولينا كشف بالوثائق والشهادات أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أقدم على الخطوة صادمة. اصطحب 17 شخصا وصفهم التقرير بالسحرة والمشعوذين ضمن بعثة المنتخب الرسمية. نعم، 17 شخصا لم يكن لهم دور فني أو إداري معلن. الأخطر من ذلك هو التوقيت، فاستخدم هذه الممارسات داخل البلد المضيف بحجم المغرب، الذي يضع معايير تنظيمية صارمة، يطرح علامات الاستفهام الكبرى حول كيف مرت هذه الأسماء في كشوفات البعثة الرسمية، وكيف تم تمويل وتغطية وجودهم تحت غطاء الوفد الرياضي. هذا الاتهام لا يمر مرور الكرام، فهو يمس بجوهرة النزاهة الرياضية والمبادئ. اللاعب النظيف الذي يرفعها الاتحاد الإفريقي الكاف. السؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل أصبح السحر هو السلاح السري الغير المعلن في عالم كرة القدم الإفريقية؟ وهل ستتجرأ الهيئات الرياضية على فتح تحقيق في هذه الادعاءات التي تضرب سمعة اللعبة؟ وما يزيد الطين بلة هو صمت الاتحاد السنغالي حتى هذه اللحظة، مما فتح باب أمام تأويلات لا حصر لها، وجعل الجمهور الرياضي في حيرة من أمره. هل هي حرب نفسية ضد الخصوم، أم أنها ثقافة متجذرة يصعب التخلص منها في كواليس كرة القدم؟ بينما تظل الحقائق غامضة، تبقى تساؤلات مشروعة. هل نحن أمام حقيقة صادمة، أم مجرد محاولة للنيل من المنتخب السنغالي؟ أخبروني في التعليقات. هل تؤمنون بوجود السحر في عالم كرة القدم، أم ترونها مجرد صدفة ومحاولات لتفسير النتائج؟ كان معكم كورة بيكس. لا تنسوا متابعتنا لكشف المزيد من الملفات الكواليس. السلام عليكم ورحمة الله.